يا قلب كيغالي، حيث تكتب القصص الاستثنائية، انفجر البركان الأحمر بثلاثية نارية هزت أرض رواندا وأعادت رسم خريطة الصراع على القمة. المريخ السوداني، الفريق الذي أجبرته الحرب على ترك أرضه، يكتب ملحمة كروية في المنفى ويتصدر الدوري الرواندي بعد اكتساح مهانجا ب3 أهداف مقابل لا شيء. لكن هذه ليست مجرد مباراة عادية، هذا انتصار يحمل في طياته رسالة سياسية ورياضية عميقة. فريق يحارب بعيدا عن ملعبه الأسطوري، بعيدا عن جماهيره العريقة، لكنه يثبت أن الإرادة أقوى من المكان، وأن الهوية لا تسلب بالتشريد. المباراة المؤجلة من الجولة 18 شهدت فوز المريخ على مهانجا ب3 أهداف دون رد، حيث سجل الملغاشي نيكولاس راندريا في الدقيقة 22، وأضاف فينو هاسين الهدف الثاني في الدقيقة 50 قبل أن يختم البديل قبان الثلاثية في الدقيقة 73. هذه الأهداف لم تكن مجرد كرات تهتز بها الشباك، بل كانت صرخات تحد في وجه كل من ظن أن المريخ سينكسر تحت وطأة الغربة. والآن دعونا نتحدث عن الحقيقة التي يتجاهلها الكثيرون. المريخ رفع رصيده إلى 48 نقطة، متفوقا على الجيش بنقطتين، محتلا الصدارة لأول مرة في مشواره الرواندي. هذا الإنجاز ليس صدفة، بل نتيجة تخطيط دقيق وإصرار حديدي. فريق سوداني يتصدر دوريا أفريقيا بعد أن كان يلعب في الموسم الماضي بالدوري الموريتاني، ثم انتقل إلى رواندا بعد موافقة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. المريخ والهلال، العملاقان السودانيان، صعدا إلى المركزين الأول والثاني في الدوري الرواندي رغم مشاركتهما كضيوف، بعد أن منحتهم الفيفا والكاف إذنا خاصا للمشاركة بسبب الحرب في السودان. لكن هناك شرط قاس: حتى لو أنهوا الموسم في الصدارة لن يحصلوا على الكأس الرسمية، بل كأس رمزية فقط، وكأنهم يعاقبون على كونهم لاجئين. تخيلوا معي، فريق يقاتل ويتفوق ويتصدر، لكنه محروم من رفع الكأس الحقيقية. أليس هذا ظلما؟ أم أنها سياسة كروية تحمي مصالح الأندية المحلية؟ يجعل قصة المريخ أكثر إثارة هو السياق الذي تحدث فيه. الأنشطة الرياضية في السودان معلقة منذ أشهر بسبب الحرب وعدم الاستقرار الأمني، وفي الموسم الماضي لعب الفريقان مؤقتا في الدوري الموريتاني. النادي الأحمر لم يستسلم للواقع المر، بل حول المحنة إلى منحة واستغل الفرصة لإثبات جدارته القارية. والآن لننظر إلى الأرقام بعمق. الهلال أحد أنجح الأندية السودانية، يتصدر الترتيب حالياً، بينما يجلس المريخ خلفه مباشرة، مما يعني أن الديربي السوداني الأسطوري انتقل إلى الأراضي الرواندية. هذا التنافس الشرس بين العملاقين السودانيين لم يعد محلياً فقط، بل أصبح يشعل الدوري الرواندي بأكمله. المشجعون الروانديون يشهدون مستوى كروياً لم يعتادوا عليه. الفرق الرواندية المحلية المعتادة على التحكم في إيقاع الدوري تجد نفسها الآن تكافح لمجاراة قوة واستمرارية الفرق السودانية التي تمتلك خبرة قارية واسعة من دوري أبطال إفريقيا. هذا الواقع يكشف فجوة حقيقية في المستوى. محللون محليون يقولون إن نجاح الأندية السودانية يظهر ضعف الكرة الرواندية محليا وقاريا، مشيرين إلى نقص الاستثمار. ولكن دعونا نكون منصفين، لم يصل أي ناد رواندي إلى مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بينما الهلال يلعب حاليا في ربع النهائي وحقق هذا الإنجاز مرات عديدة. هذا الفرق الشاسع في التجربة القارية يفسر التفوق السوداني الواضح. لكن السؤال الأهم: ما الذي يعنيه هذا الصعود؟ هل هو مجرد إنجاز رياضي أم رسالة سياسية من فريق يرفض أن ينسى رغم الحرب والتشريد؟ المريخ لا يلعب فقط من أجل النقاط، بل من أجل الكرامة، من أجل إثبات أن السودان رغم كل آلامه لا يزال حاضرا وقويا على الساحة الإفريقية. والآن تخيلوا التحدي الذي يواجهه اللاعبون. اللعب بعيدا عن الوطن ليس سهلا نفسيا، كما أشار مسؤولون روانديون. اللاعبون يتركون عائلاتهم، ذكرياتهم، ملاعبهم، ويذهبون إلى بلد غريب ليواصلوا الحلم. كل هدف يسجلونه هو تحد للحنين، كل مباراة يفوزون بها هي انتصار على لمباريات التي تضم الفرق السودانية جذبت اهتماما كبيرا من الجماهير الرواندية المتشوقة لمشاهدة فرق أجنبية تتنافس على البطولة المحلية، كما أن وجودهم رفع مكانة الدوري خارج حدود رواندا. هذا التأثير لا يقدر بثمن، فالمريخ لا يمثل نفسه فقط، بل يمثل الكرة السودانية والإفريقية بأكملها. ومع ذلك يبقى السؤال الأخلاقي معلقا: هل من العدل أن يحرم المريخ من الكأس الرسمية حتى لو فاز بالدوري؟ نجاحهما لن يؤثر على